السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين ياللي في بيوتكم منورين. صلوا على النبي يا جماعة قبل ما نبدأ الحلقة بتاعت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بشكر حبايبي حبايب قلبي المتابعين ولادي وحبايبي من داخل مصر ومن خارج مصر على التعليقات الجميلة اللي بتفرحنا يا حبايب قلبي. لسه برضك في نفس المكان اللي أنا قلت لكم عليه. وقت طبعا المغرب لسه مأذن. قلت برضك أعمل لكم فيديو هادف نستفاد منه. طبعا وانا جايه في المنطقه اللي انا بقول لكم فيها دي، طبعا المنطقه دي في العبور. وانا جايه يا حبايب قلبي، لا حبايب قلبي قرايبي هنا. طبعا انا جايه من بدري. فوانا راكبه في المترو، انا في بعض الاحيان باخد اوبر وساعات بركب المترو كده. فوانا واخده المترو، في واحده قعدت جنبي. تمام. المهم انتوا عارفين ان ماما امان اللهم بارك بتحب تدردش مع الحبايب وبتحب الناس زي ما انتم عارفين. فالمهم بتقول لي قعدنا نتكلم وندردش مع بعض، انت رايحه فين مش عارف قلت لها انا رايحه كذا، وهي راحت قايله لي ده انا رايحه لاخويا. وقعدت بقى تفضفض معايا بالكلام والحاجات اللي انا هقول لكم اللي انا طلعت منها بفيديو وبنصيحة هقولها لكم. وهي يا حبايب قلبي، بتقول لي يا حبيبة قلبي يا حاجة، والله أمي، مرات أخويا اللي أنا رايحة لها دي ما بتزورش أمي، رغم ان امي بسم الله ما شاء الله كانت شايلاها، ولما كانت بتولد و لان مرات اخويا امها ميته، وامي كانت بتعتبرها بنت من بناتها. المهم قالت لي حاجه بقى غريبه، وهي ايه بقى؟ قالت لي الحمد لله رغم ان مرات اخويا مش كويسه مع امي، بس انا ماليش دعوه بالحاجه دي. وده اللي انا بقوله وده اللي انا عايزه اوصله لكم يا حبايب قلبي. مش معنى ذلك ان مرات اخوها وحشه، لا يبقى ما تبقى وحشه مع اولاد اخوها، ما تزورش اخوها. قالت لي حاجه بقى، نسيبنا بقى من مرات الاخ والكلام ده، واحنا اتكلمنا عن حاجات زي كده قبل كده. وهي يا حبايب قلبي، نقوم بقى كده ان شاء الله نتمشى نوريكم الاماكن الجميله هنا في المكان ده، ناخد الشنطه بتاعتنا. وهي يا حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قالت لي انا بنت على 3 ولاد، بنت على على 3 ولاد. انت عارفه يا حاجه ليا بقى، انت عارفه يا حاجه انا يعني يعتبر كل حاجه بعملها لأمي لإخواتي مجاملات. أم ست كبيرة بروح لها بعمل لها، وحماتي اللهم بارك الله يرحمها قبل ما تموت كانت بتحبني جدا جدا، لأن أنا كنت بقى بحبها. وحماتي كانت طيبة، عمالة تشكر بقى في أهل جوزها وأهلها وكده. وربنا يا رب هي ما شاء الله ست فاضلة ما شاء الله، يعني عندها حاجة و40 سنة كده، صغيرة عني. المهم قالت لي والله يا مام يا حاجة أنا كنت أتمنى إن أختي تشيل معايا شوية. بقول لها بمعنى، قالت لي زوج أختي، شفت المنظر الجميل ده، زوج أختي للأسف مانع أختي عن أمي. يعني لو كانت مثلا تشيل معايا أنا يوم هي يوم أهو برضك نبقى مع، بس أنا جوز أختي وحش. قلت لها، قعدنا نفضفض في الكلام. المهم لقيت في النهاية ان مش جوز بنتها، مش جوز اختها اللي وحش، لا 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 لا، طلعت اختها هي اللي وحشة. وانا قلت لها الكلام ده. قالت لي على طول ما بتجيش لماما، على طول ما بتزورش امي، بيمنعها. المهم قلت لها يعني بيمنعها؟ قالت لي على طول تقول ده هو مش عايز يخليني اجي، ده هو مش عايز يخليني مش عارف المهم في وسط الكلام
حكت لي قصة عن طفولة أختها اللي هي إيه بقى. قالت لي كان زمان وإحنا بنات صغير، شباب صغيرين، أنا الكبيرة في إخواتي البنات والولاد، تمام. بتقول لي كانت مرة أمي دراعها انكسر، وهي واختها دي اللي هي بتقول ايه جوزها اللي منعها. اختي كان اسمعوا القصه دي كويس وشوفوا هل رايي صح ولا رايي غلط، اكتبوا لي في التعليق. بتقول لي في مره اختي وهي كانت في الاعدادي، امي كنت انا تزوجت، امي كان دراعها اتكسر، فامي بتقول لها ايه يا فلانه معلش بس اغسلي لي القميص بتاعي دون والبنطلون دون لحسن انت شايفاني عامله ازاي. المهم البنت بتقول لي عملت ايه، اللي هي اللي هي بتقول على هي بتتهم المشكله في جوزها. انا في رايي مش المشكله في جوزها، اسمعوا القصه للنهايه. المهم بتقول لي راحت قايله ايه، راحت قايله لمامتي وانا مالي، انا هعمل لك ليه، ما عندك الغساله حطهم في الغساله انا لسه هغسل لك على ايدي. وراحت امها قالت لها يا بنتي ده حاجه بسيطه وانا محتاجاها ضروري اعملها لي. المهم بتقول لي ما عبرتش والدتي في الموضوع ده، وراحت اخويا كان اكبر منها بشويه قال لها هات عنك، هات يا امي وانا هغسل لك انا واخويا اللي راح غسل الموضوع ده. فانا لما جيت من بره وعرفت بالموضوع زعلت جدا وقعدت ازعق لاختي، تمام. المهم فانا لما سمعت الكلام ده يا حبايب قلبي قلت لها بصي يا حبيبتي، العيب مش في جوز اختك، العيب عند اختك. انت بتقولي ان اختك من زمان ما كانتش بتعمل حاجه لامك في البيت وكده، يعني حتى وهي تعبانه تقول لي لا والله ده هي كانت طول عمرها على طول فعلا كانت مدوخه مامتي، ما بترضاش تعمل معاها الاعمال المنزليه و و و و المهم قلت لها ايه يبقى ما نقولش ان جوز اختك هو السبب، لا يا حبيبتي يبقى اختك السبب، اختك السبب في الموضوع اللي انت بتقولي عليه ده. اختك لو لها مزاج، اي واحده انا في رايي كده يا اولاد لو لها مزاج او حنينه ممكن بطريقه، انا بقول لكم في رجاله بتبقى قاسيه وفي رجاله فعلا بتمنع زوجاتها عن اهلها للاسف، واقول لكم حكايات قصص كتير بعد كده. يعني انا عندي نماذج سيئه كتير 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 وربنا ما كسبهمش بسبب عدم رعايتهم لاهاليهم. المهم اللهم بارك، قلت لها ايه، قلت لها لا ما تزعليش مني، الموضوع ده ما تظلميش جوز اختك، الموضوع ده بقى اختك اصلا مش حنينه. ضحكت كده وقالت لي والله يا حاجه انت ناصحه، انت فعلا قلت اللي فعلا اللي الواحد بيدور في دماغه بس الواحد بيكذب نفسه. المهم ايه، فانا بقول لكم يا اولاد دايما نبص نلاقي بعض الناس يقول لك ايه، تقول لك ايه مرات ابني وحشه. مره زمان انا شفت الموضوع ده من وانا طفله صغيره، الحاجه دي ما انساهاش وما طلعتش من دماغي لغايه، شوف انا سن قد ايه، يعني داخله ما شاء الله عديت ال50 والحكايه دي ما طلعتش من دماغي. مره واحده ابنها كان عمال يزعق لها ومرات ابنها وحشه قوي 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 مع حماتها، فالحما بتشتكي لراجل كبير مثلا ايه في 70-75 سنة. من مين؟ ما بتشتكيش من ابنها، بتشتكي من مرات ابنها، بتقول له ده عامله وعامله 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 وعامله. راح الراجل الكبير ده الله يرحمه، انا شفت بنفسي الموضوع ده، قال لا يا حاجه بالله عليكي ما تظلمش مرات ابنك. قالت له ازاي ده عامله وعامله وعامله وعامله، قال لها لا عامله وعامله ده من ابنك لو حنين مش هيخليها تبرعض عليك. ما تلوميش مرات ابنك، لومي ابنك السبب، ابنك سبب اللي انت فيه ده. ابنك لو محترم
هتبقى مراته محترمة زيه. أما أنا ابنك للأسف متخاذل معاكي، يبقى احنا هنقعد كل حاجة نعمل شماعة، ده مرات ابني وحشة، ده مرات ابني وحشة، ده مرات لا 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 لا. بيبقى برضك يا جماعة يا حبايب قلبي بترجع للراجل، الراجل المحترم، الراجل الكويس هو اللي هيخلي مراته تحط، لا مؤاخذة في الكلمة، هتحط أهله، مش عايزة أقول كلام مش كويس، لفظ مش كويس، هتحط أهله فوق في قلبها وفي عينيها وفي كل حاجة وباحترام. أما الراجل للأسف الجاحد عمره ما هيطلع منه غير الجحود، وهيطلع من مراته أسوأ ما فيها للأسف إلا من رحم ربه. إن شاء الله يا حبايب قلبي الفيديو ده يكون عجبكم بإذن الله، ويكون نستفاد من النصايح اللي أنا بقولها لكم دي. واللي بقى ما شاء الله عليه ربنا يهدي كل عاصي، اللي شايف نفسه بقى كده، إن كان أم، إن كان أب، إن كان زوجة، إن كان نستفاد يا حبايب قلبي. واترككم في رعاية الله وأمنه. نسيت أقول لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.